في فبراير السنة دي شاع أخبار حوالين إن الجيش الصيني بيستعد لغزو تايوان في 2027، يعني بعد 4 سنين من دلوقتي. طبعا دي بتعتبر خطوة جريئة من الصينيين، ومن الوارد جدا إن هي تسبب في نزاع بين الصين والولايات المتحدة، كمان لأن أمريكا بتعتبر حليف لتايوان وهتحاول إن هي تمنع الصين من الغزو ده بشكل مباشر. كمان في طريقة تانية تقدر الولايات المتحدة إن هي تمنع بيها الصين، وهي إنها تفرض عليها عقوبات اقتصادية. ولو ده حصل من البديهي ان الصين هي كمان مش هتاخد الضربة وتنسحب، لا دي هترد على امريكا هي كمان بعقوبات تضر اقتصادها. والامريكان فاهمين النقطة دي كويس، وفاهمين قد ايه ان الصين مهمة في اقتصادهم، وعشان كده كان في اصوات امريكية بتطالب بان الدولة تعزل نفسها عن الاقتصاد الصيني عشان ما يقدروش يضغطوا عليهم باي شكل من الاشكال. قصص الاقتصاد كتيرة وجواها حكايات اكتر، خصوصا عن المشاكل والنزاعات اللي بتأثر على كل شيء. وقبل ما نبدأ منتظرين دعمكم من شير ولايك وسبسكرايب. تعالوا ندردش مع بعض ونعرف ايه مدى ارتباط الاقتصاد الامريكي والصيني ببعض، وليه امريكا خايفة على اقتصادها من الصين. انا محمد فرج، وانتوا دلوقتي بتشوفوا كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ كلامنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل سؤال جوهري ومهم ومباشر وفي الجون كمان. ليه العالم بيخاف من الصين على اقتصاده؟ في الثمانينات حصلت مشكلة مع الصين واليابان، والصين ساعتها خلت اليابان عبرة لدول العالم كله، وبمعنى أوضح كانت بتقول للعالم بصوا اللي مش بيسمع كلامي أنا ممكن أعمل فيه إيه. في 8 جزر باختصار كده موجودين في بحر الصين الشرقي. الجزر دي اليابان ضمتها ليها سنة 1895، لكن الصين بدأت تتخانق مع اليابان على سيادة الجزر دي. ولما السفن الصينية بتقرب من الجزر اليابان بتحذرهم ان هم يبعدوا عنها تماما. لكن الغريب ان كان في كده نبرة شجاعة في 2010. قوات خفر السواحل اليابانية جالها خبر ان في سفينة صينية بتحوم حوالين الجزر، واللي زي ما قالوا كان هدفهم هو الصيد بس. لكن اليابان حذرت السفينة ان هي تبعد كالعادة، لكن كانت المفاجأة ان السفينة الصينية المرة دي ما استجابتش للتحذير ده، ويا ريتها ما استجابتش وبس، لا دي كمان خبطت السفينة اليابانية. وعشان اللي حصل ده اليابان قررت تبعت سفينة تانية، لكن برضو السفينة الصينية ما همهاش الوضع، وكانت رايحة في طريق ان هي تخبطها هي كمان. السفينة اليابانية هجمت عليها في الوقت المناسب وقبضت على طاقم السفينة بالكامل بما فيها القبطان. لكن الصين أول ما وصلها الخبر ده إن قوات خفر السواحل اليابانية اتعدت عليهم، قالت إن سفينتها كان غرضها الصيد، وطلبت من سلطات اليابان إنها تفرج عن كل اللي كانوا في السفينة. وبعد الكلام ده ب6 أيام اليابان استجابت وأفرجوا عن 14 واحد، لكن كانوا رافضين بشدة إن هم يفرجوا عن القبطان، وقالوا إنهم هيوجهوا له الاتهامات ويحاكموه. الصين بقى عملت إيه؟ الصين ما سمعتش الخبر ده وقعدت ساكتة، بالعكس كانت متضايقة جدا من اليابان، وقررت إنها تعاقبها بطريقتها، وهو إن الجمارك الصينية بدأت إن هي تمنع تصدير العناصر الأرضية النادرة واللي بتدخل في أكتر من حاجة زي صناعة العربيات والتليفونات وغيرها لليابان. وده طبعا مشكلة كبيرة ضربت اليابان، خصوصا انه على مستوى العالم كله مفيش دولة بتصدر العناصر النادرة دي غير الصين. وعشان كده وبعد القرار الصيني ده اليابان بعدها بيومين بالظبط افرجت عن القبطان الصيني. عرفت ليه بقول لك العالم بيخاف على اقتصادهم الصين؟ لان بمعنى اصح الصين ماسكاهم من دراعهم اللي بيوجعهم. اللي الصين عملته مع اليابان ده زمان ما كانتش تقدر تعمله مع امريكا، لكن زي ما قلت لك ده زمان، وعلى رأي الست قول للزمان ارجع زمان. الصين دلوقتي تقدر تعمل مع امريكا اكتر من كده، وتقدر تلوي دراعها في اكتر من مجال. طب يا ترى التحول ده حصل ازاي؟ اقول لك يا ريس، الصين وامريكا على مدار 30 سنة كانوا في قطيعة مع بعض وما كانوش متفقين مع بعض خالص. لكن الوضع ده اتغير في السبعينات، واللي كانت امريكا بتحاول منع الصين من التحالف مع الاتحاد السوفيتي في الوقت ده. امريكا اعادت تطبيع علاقاتها مع الصين من تاني، وفي نفس السنة وزيرة الإدارة الأمريكية ووزيرة التجارة الخارجية للصين وقعوا اتفاقية تجارية مع بعض، واللي كان الهدف منها هو إنهم يفتحوا أسواق قدام بعض ويحصل بينهم تبادل تجاري.
الصين ساعتها كان اقتصادها فعليا لا يذكر وكان ضعيف جدا. كمان أمريكا ما كانتش محتاجة حاجة من الصين، لكن الاتفاقية كانت سبب في إن حجم التبادل التجاري يزيد بين البلدين، لأن التبادل التجاري ده كان في مصلحة الصين عشان يساعدهم في حركة تصليح اقتصادهم، وكمان إن هي تكتسب قوة كبيرة على مدار العالم. وده اللي حصل بالفعل. حجم الصادرات الصينية الأمريكية كان بيزداد وبينمو بسرعة كبيرة جدا، لكن أمريكا ما حالفهاش الحظ أو ما درستش الوضع بالشكل الكافي. ما تعرفش المشكلة بقى كانت في الصادرات الأمريكية اللي كانت بتنمو ببطء ولا كانت فين. المهم الكلام ده اترجم في شكل عجز تجاري، واللي كان في مصلحة الصين. انهيار قاعدة التصنيع الأمريكية جه منين؟ رغم العجز التجاري اللي حصل والظروف اللي وقعت فيها أمريكا، كانت الولايات المتحدة ما بتعتمدش بشكل كبير على الصين، لأن هي كانت بتمتلك قاعدة تصنيعية كبيرة جدا، واللي كانت بتضم مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية والأجنبية من جميع دول العالم، واللي بتصنع في السوق المحلي. لكن أمريكا كانت ماشية في الطريق المعاكس ليها، والصين انضمت في الألفينات لمنظمة الصناعة العالمية بعد مفاوضات كتيرة جدا معاها، واستمرت لسنين أكتر. ولما الصين انضمت للمنظمة دي، شجع الكلام ده الشركات الأجنبية إن هي تنقل جزء من خطط التصنيع بتاعها للسوق الصيني. لكن دول مش اللي عليهم الملامة. المفاجأة الكبيرة إن الشركات الأمريكية هي كمان عملت زي إخواتها الأجانب، ونقلت هي كمان للسوق الصيني اللي كان بشكل رسمي سوق عالمي. وكمان كان بيوفر للشركات الأمريكية حاجات مش موجودة في بلدهم، زي العملة اللي بتوفرها بشكل رخيص والدعم بكل أنواعه، وده كان بيوفر للشركات مبالغ عالية جدا. والمواطن الأمريكي كان بيستفيد بشكل كبير من التخفيض ده، وده خلى المنتجات الصينية تدخل السوق الأمريكي بشكل كبير وبأسعار مخفضة. وكمان خلى الشركات الأمريكية تقفل المصانع بتاعتها في أمريكا وتنقلها للصين عشان توفر شويتين. واللي كان منهم لسه ما قفلش مصانعه في أمريكا، كان لما بيفكر يتوسع كان بيروح يتوسع في الصين. يعني بقت الصين هي اللي بيتم على أرضها التصنيع، وبعدين تصدر لدول العالم. شفت الدنيا لفت ازاي يا ريس؟ طب يا ريس ما جاوبتناش على السؤال المهم، مين الأقوى الصين ولا أمريكا؟ وده فرضا لو قلبوا على بعض والحرب اندلعت بينهم. وفقا للحسابات على موقع جلوبال فاير باور في تفاصيل كتيرة جدا، ولو هندي لكل طرف حقه هنقول بناء على التقارير اللي قعدنا فيها شوية حلوين نفصصها إن الصين عندها 350 قطعة حربية، في المقابل أمريكا عندها 11 حاملة طائرات بشكل محدد وفي كل مكان، وفي حدود 68 غواصة نووية في البحر. في حاملات طائرات من المجموعة القتالية بتعمل بالطاقة النووية كانت على بعد 12 ميل بحري من أحد الجزر الصناعية، والصين اعتبرت ده تجاوز في حقها. في الوقت نفسه الصين كانت بتعمل مناورة مع بعض الدول. كانت أمريكا مخلصة في شرق بحر الصين مناورات مع كوريا واليابان وقوات في كوريا الجنوبية. 29 ألف جندي كان بيعمل مناورات مقابل 45 ألف مقاتل. لو بدأت الصين بالعدوان هتقوم بإصابات كتيرة في جزيرة جوان، ولكن ردة أمريكا ساعتها هتكون نووية، والنووي الأمريكي قادر على إخراج الصين من كونها منطقة صناعية وتجارية، لأن المدن الصناعية في الصين مركزية وساحلية. لكن لو ردت بقى الصين هتبقى مضطرة إنها تدفع ب4000 راس نووي، مش هيعدي منهم بس لأمريكا إلا 200 راس فقط. وده ليه؟ عشان الصين مش هتقدر توزع كل الرؤوس النووية على المساحات الواسعة الصناعية في أمريكا، لأن هي مش مركزية زي الصين، لا هي صناعية ومتفرقة. الكل كان بيبص على حرب أمريكا والصين اللي بدأها ترامب في 2018، ولكن الجذور كانت ممتدة لحرب تانية بين الثنائي، وهي مين اللي هيتفوق في التكنولوجيا عن طريق منع نقلها عن التاني. وزي ما بنقول من رحم الأزمة يتم خلق المكاسب أو الفرج. الصين في أزمتها مع أمريكا وتحديدا شركة هواوي أوجدت بدائل محلية لأكثر من 13 ألف مكون في المنتجات اللي اتأثرت بالعقوبات الأمريكية التجارية، وأعادت تصميم 4000 لوحة من الدوائر الكهربية لمنتجاتها. لازم تعرف إن الرقائق الإلكترونية دي بيتم استخدامها في تطوير الأسلحة العسكرية زي الطيارات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا اللي بيتم استخدامها في الحروب. وبعد الأزمة الأخيرة بكين عملت على توطين صناعة الرقائق وخصصت 150 مليار دولار،
وصرعت أمريكا بجذب علماء برواتب خيالية أفضل، وكمان عملت اتفاقية مع روسيا لتبادل الخبرات اللازمة، وكمان بقت المتحكم الأساسي في سلاسل توريد المعادن في أفريقيا. وقبل ما نمشي ونسيبك يا ريس لازم نجاوب على السؤال الأهم: ليه أمريكا بقت كمان ما تقدرش تستغنى عن الصين؟ غير موضوع نقل الشركات اللي ضرب الولايات المتحدة اللي اتكلمنا عنه فوق، الصين ربنا كرمها بشوية موارد مش موجودة عند غيرها، وهي العناصر الأرضية النادرة، وأمريكا بتستوردها من الصين. ولو أمريكا فصلت نفسها عن الصين أو الصين قلبت عليها هتقدر تلوي دراعها من الموضوع ده، وده هيأثر بشكل كبير على الولايات المتحدة والجيش الأمريكي والتسليح والتقنيات التكنولوجية. وأمريكا بدأت تنتبه على الموضوع ده. اللي بيحصل إن مفيش حد انتصر على التالي في السباق اللي حاصل دلوقتي. واشنطن في حاجة لبكين لتأمين توريد معادن لازمة للصناعة، وبكين في حاجة لواشنطن للحصول على تكنولوجيا تصنيع الرقائق، وبكين في حاجة لوقت لتوطين الصناعة. ولسه قصة تايوان المنشقة في وجهة نظر الصين هيتم ضمها في النهاية للصين سواء بالحرب أو بالحب. وزي ما بنوصفها دايما العلاقة ما بين أمريكا والصين في جلساتنا مع الأصدقاء بأن العلاقة دي زي الطلاق المستحيل أو الجواز الكاثوليكي اللي ما فيهوش انفصال، رغم أن الزوجين ما بيبقوش طايقين بعض. انتظرنا في الحلقة اللي جاية هنتكلم فيها بالتفصيل عن حرب الرقائق الإلكترونية والعلاقة المتوترة بين كل الأطراف بسبب تايوان. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. فريق عمل مراية تشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم على خير.